يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا، وحشتوني جدا. وبسرعه هنخش في حلقه النهارده. بس قبل ما ابدا حلقه النهارده انا عايز اقول ان النهارده الافتتاح المتحف المصري حاجه تليق ببلدنا مصر، فخر لينا كلنا. انت النهارده كمية المشاهدات اللي حصلت في افتتاح المتحف المصري حاجة محترمة جدا، واللي احنا شفناه ده يعني يدل على قد ايه مصر عظيمة وقد ايه بلدنا جميلة. ونتمنى طبعا التوفيق لبلدنا دائما واستقرارها دايما بإذن الله. قبل نبدأ حلقتنا ما تنسوش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بكرة عندنا مباريات مهمة جدا جدا جدا. عندنا مباراة الساعة 5، في مباراتين، الزمالك مع طلائع الجيش، واعتقد بيراميدز هيلعب برضو الساعة 5. وعندنا الساعة 8 النادي الأهلي والمصري البورسعيدي. مباراة السهرة، مباراة حلوة، مباراة قوية. النادي الأهلي مش في أفضل حال، بروفة أخيرة قبل السوبر المصري. فنتمنى طبعا ان احنا كجماهير النادي الاهلي ما نكونش قلقانين، ما نشوفش اللي حصل في مباراه بتروجيت، نلاقي اللعيبه بتلعب بروح، بتلعب بتيشيرت النادي الاهلي 90 دقيقه. نشوف لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله في احسن صوره بكره. مباراة صعبة والنادي المصري فريق تقيل. قائمة النادي الأهلي سريعا، في طبعا غياب بن رمضان لأن هو شعر بالإجهاد، وبرده يستروب عايز يريحه لبطولة السوبر المصري بإذن الله. القائمة سريعا: محمد الشناوي وسيحة ومصطفى شوبير، ياسين مرعي وياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني ومحمد شكري وبيكهام. عندنا كمان تريزيجيه، جراديشار، أحمد عبد القادر، مروان عطية، محمد مجدي قفشه، اشرف بن شرقي، اليو ديانج، احمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، وكوكا، ومحمد عبد الله. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي. عندنا كمان خبر ان فيريرا تمت اقالته من نادي الزمالك، لكن في بعض المشاكل في حته الشرط الجزائي والعقد بتاع فيريرا. هيحصل ايه؟ هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها. ولكن مباراه غدا للزمالك امام طلائع الجيش هتكون بقيادة أحمد عبد الرؤوف، هو اللي هيقود الزمالك بكرة، وبنسبة كبيرة هو اللي هيقود الزمالك في السوبر المصري في الإمارات بإذن الله. طبعا نتمنى الهدوء والاستقرار لنادي الزمالك لأنه بيمر بأزمات مادية صعبة جدا. عندنا بقى مفاوضات الأهلي، وأهم موضوع في حلقتنا مع ابراهيم دياباتي اللاعب الايفواري. في كلام خلاص بنسبه كبيره ان الاهلي يعني بيستطلع مفاوضاته مع ابراهيم دياباتي. دياباتي موافق ينضم للنادي الاهلي، حابب يلعب في مصر ويلعب في افريقيا ويلعب للنادي الاهلي ولا لا؟ ده اللي النادي الاهلي حاليا بيسعى فيه. في كمان طبعا بنسبه كبيره زي ما قلت لكم في الحلقه اللي قبل كده ان اشرف داري هيرحل عن النادي الاهلي. ففي كلام ان يوسف بالعمري، وهو باك شمال منتخب المغرب بس المنتخب الثاني مش المنتخب الاول، ده باك شمال بيلعب في الرجاء اعتقد 27 سنه. برضه في كلام ان يتم الاهلي يتعاقد معاه، وكمان يتم التبديل او المبادله ما بينه وما بين اشرف داري اللي هو حاليا مدافع النادي الاهلي. لسه هنشوف طبعا ايه اللي هيحصل. وفي كلام عن الباك الشمال المصري توفيق محمد. ده كده باختصار مفاوضات النادي الاهلي. واول ما نوصل لمعلومه ونتاكد منها باذن الله هاجي مع حضراتكم وهبلغكم ان شاء الله. دي كده اخبارنا سريعا، ودي كده حلقتنا. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله، ونتمنى طبعا التوفيق لبلدنا مصر زي ما فرحتنا النهارده بافتتاح المتحف المصري. نتمنى ان شاء الله التوفيق لبلدنا. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. شكرا لكم، سلام عليكم.